تحويل المسار لماذا تقولون عليها الجولدن ستاندر؟ هي طبعا زي ما قلت لحضرتك في الاول، هي اول عمليه اتعملت لانقاص الوزن. تمام. وزي ان هي بتتمتع بان هي بتنقص الوزن عن طريق حاجتين. اولا تقليل كميه الاكل اللي هي ريستريكتيف، زي ما هنشرح بقى ان احنا هنقول نعمل جيب وهنتكلم عنها شويه لو حضرتك تحب. وان هي كمان مال ابسوربتيف، بتقلل الامتصاص، وبالتالي هي يعني ايه، زي واحد دخل المعركه ومعاه سلاحين. يعني انا بقلل كميه الاكل وفي نفس الوقت بقلل امتصاص الاكل، وهي الاقوى في النتائج في مرض السكر ومرض الضغط. وكان التكميم طبعا بيتحسن، لكن تحويل المسار اكتر. زي ما احنا شايفين في الفيديو اهوت، ان احنا بنقلل حجم الاكل خالص، يعني بنعمل جيب صغير كده، وبعد كده يبقى المعده كلها اللي على اليمين دي ما بيعديش عليها الاكل خالص. وبعد كده هنعمل تحويل المسار، هنخلي جزء من الامعاء من 1.5 ل 2 متر ما يعديش عليه الاكل خالص. نعمل التوصيله بقى بعد كده اهوت، نروح طالعين بالامعاء بقى على بعد، هشوف قاسه اهوت المعلم بالظبط كده. ويوصل ويروح موصل بالظبط. هو دي تحويل المسار الكلاسيكي. في تحويل مسار كلاسيكي او تحويل مسار مصغر. تمام. فطبعا هنا العمليه دي بتبقى ليها دراعين زي ما بيقولوا كده، بقلل كميه الاكل وبقلل امتصاص الاكل. فعشان كده هي طبعا الجولد ستاندرد، وهي الاقوى والاكثر فاعليه مع الضغط والسكر.